يسفني ان انا اقول لك ان امك حالتها خطر جدا ولازم تعمل عمليه في اسرع وقت. انت فهمني يا استاذ؟ في اسرع وقت. طب والعمليه دي يا دكتوره هتتكلف كام؟ بصراحه هي عمليه غاليه جدا. غاليه جدا، بس بكام؟ ب 200,000 جنيه. بتقولي بكام؟ للاسف زي ما سمعت. ان شاء الله هتتدبر يا حبيبتي. يلا ايه يا حبيبي طمني، مامتك عامله ايه دلوقتي؟ امي ان شاء الله هتكون كويسه يا رب. بقول لك ايه يا حبيبي؟ في مصيبه. لا اله الا الله، في ايه؟ امي هتعمل عمليه ب 200,000 جنيه. يا نهار اسود، 200,000 جنيه؟ طب انت هتجيبهم منين؟ ما انا طمعان في كرم ربنا ثم انت. انا؟ منين؟ حبيبتي انت معاكي ده ب 200,000 جنيه، فكنت محتاج ده هبيعه اعمل عمليه امي، وانا ان شاء الله اول ما ربنا يكرمني اول حاجه هجيبها هو دهبك. على عيني والله، انا كان نفسي ان انا اقف جنبك اكيد في حاجه زي دي، بس للاسف الدنيا غاليه وانت عارف ان الذهب بيحفظ قيمه الفلوس، فانا لو الوقت بعت ذهبي مش هنلاقي اي حاجه نتسند عليها، وبعدين ده انا سايباه لعيالنا مش ليا يعني. انت بتقولي ايه؟ انت واعيه اللي انا بقوله؟ بقول لك امي بتموت يا حبيبي بعد الشر، ان شاء الله هتبقى كويسه، ادعي لها انت بس. روعه، انت اللي في ايدك الحل. انا لو ما بعتش الذهب وعملت عمليه امي هتموت. ولو الذهب ما كانش موجود كنت هتعمل ايه؟ هو في ايه يا مندو؟ طب ما هو موجود يا روعه. اعتبره ان هو مش موجود، او اقول لك على حاجه، انزل اي جمعيه شرعيه كده وحاول ان انت تقول لهم على موضوع عمليه مامتك، اكيد هيساعدوك. بص ايدك يا روعه، ابوس دماغي. بلا تبوس ايدي بلا تبوس كتفي، انا مش معايا حاجه اديها لك، والذهب مش هيتباع، ولو ده اخر حاجه ما بيننا فانا مش هدي لك الذهب يا مندو. روعه، انا مش بقول لك هاخد الذهب ان انا اشربه او اسكربه، او بقول لك هاخد الذهب ان انا هبيعه وهتجوز، بقول لك هبيع الذهب عشان خاطر امي محتاجه عمليه ب 200,000 جنيه. ان شاء الله هتبقى كويسه. هتبقى كويسه، بس لما ابيع الذهب انا مش هدي لك الذهب بتاعي ده، انا من كتر ما انا قلقانه انا شايله الذهب بتاعي عند بيت اهلي. ادعي لها ان شاء الله يا حبيبي هتبقى كويسه، هو انا نكره ان امك تبقى كويسه؟ يعني لو امك اللي 1000 مليون بعد الشر، وما تجيبش سيره امي على لسانك، انا اما ابيع عيني عشانها مش هبيع ذهبي. وبعدين يا حبيبي انت راجل، المفروض الراجل ده هو اللي بيتصرف، يشتغل، يستلف من اصحابه، يستلف من جيرانه، لكن انا الست هتعمل ان شاء الله. روعه بالله عليك، انت اخر امل. قلت لك اخر حاجه عندي، بلا امل بلا عمر. عايز تتصرف في فلوس اعتبر ان ما كانش فيه ذهب. عن اذنك. يا رب دبرها من عندك يا رب. يا مندو ايوه يا امي. ايه يا حبيبه قلبي، في حاجه ولا ايه؟ ايه؟ لا 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 حطها ياما عشان نفسك، بس عشان نفسك. عملت ايه يا ابني الفلوس اللي الدكتوره طلبتها؟ ما تشغليش بالك ياما، ان شاء الله باذن الله هدبر حق العمليه وهشوف سلفه، ولو ما لقيتش سلفه ممكن ان انا اخد كارد من البنك لا يا ابني، سيبني اموت، هتجيب منين؟ انت بتقولي ياما؟ انا عارفه ظروفك. تف من بقك ياما، ما تقوليش كده. يعني ايه سيبك تموتي؟ ما يمكن بعد ما تتصرف في الفلوس ويجوا يعملوا العمليه اموت، خلينا اموت وتبقى مش مديون. انت بتقولي ايه ياما؟ بالله عليك ياما ما تقوليش الكلام ده عشان ما يبقاش ياما بالله عليك الكلام ده بيوجع ياما، الكلام ده بيوجعني والله العظيم، ده انا لو هبيع كل حته من جسمي يا ابني عشان خاطر ان انت تعيشي هعمل كده. يا حبيبي خلاص سيبني، انا عارفه نفسي، انا خلاص مفيش فايده. ما تقوليش كده ياما، بعد اذنك ما تقوليش كده، ان شاء الله هتتدبر من عند ربنا. فانت بس ايه، ما تحطيش بس في نفسك واهدي، وان شاء الله كل حاجه تتحل من عند ربنا. ده ربنا ياما في ايه، ربنا هو قادر على كل شيء. ونعم بالله، بس انا خلاص يا مندو حاسه ان مفيش امل. في امل ياما ليه بس كده بالله عليك ياما الدنيا كلها مسدوده في وشي، فبالله عليك انت كمان ما تسدهاش. انت اخر باب في الدنيا
اخر باب ياما لو اتقفل صدقني مش هعرف اعيش. ان شاء الله ربنا يكملها من عنده باذن الله. بالله باذن الله. ربنا يستر معاك يا ابني. يعني ايه؟ يعني ايه البنك رفض ان هو يسلفني 200,000 جنيه؟ ما انا عارف ان انا اول مره، بس هعمل ايه؟ امي راقده بتموت. ايه؟ قدامهم 15 يوم؟ يا فندم يا فندم 15 يوم دي هتكون امي ماتت. شكرا شكرا يا باشا. لا شكرا، لا 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 سلام سلام. مش همشي في اجراءات يا فندم. سلام. اسلام عامل ايه يا حبيب قلبي؟ بقول لك ايه بالله عليك، ما تعرفش تشوف لي سلفه 200,000 جنيه؟ انا عارف ان المبلغ كبير بس هعمل ايه؟ ظروف اتحطيت فيها. مش تقدر؟ ماشي يا اسلام. تمام تمام. ايه لا ما انا حاولت ان انا اعمل كده بس ما يعني انا رنيت على اكتر من 15 حد ما فيش. ماشي سلام. يا ربي عاجبك كده؟ عاجبك؟ بقى في ايديك الحل انك تنجديني من اللي انا فيه ومش عايزه؟ ما هم ردوا عليك وقالوا لك 15 يوم، فيها ايه يعني ان انت تصبر على العمليه 15 يوم؟ ايه ده؟ والله هو ايه اللي والله مش فاهمك؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت ليه بتعملي معايا كده؟ هو انا عملت لك ايه؟ هو انا اذيتك في حياتك؟ هو انا عاوزتك ايه؟ طلبت ان انا اجيب لك دهبك كله، زنقت نفسي وجبتهولك وقلت لك يا روعه لما احتاجه في اي زنقه اديهوني، قلت لي ماشي، سيستيني. والله ده حقي عليك ان انت تجيب لي ذهبي. هو مش ده المكتوب وده اللي احنا متفقين عليه؟ حقك يا بنت الحلال مكتوب في القايمه ومضمون. بس يعني انا مش هضحك عليكي. بقول لك ايه يا مندو، الذهب ده هديه العروسه يا روحي، وانت جبت لي هديتي. هو في حد بيجي ان هو يطلب الهديه بعد ما يديها؟ بس انا واقع في ورطه، والورطه دي محدش هينجدها. ان شاء الله هتطلع من الورطه، ما تقلقش. ادعي انت بس ربنا كده وقول ان شاء الله ان هو يفرجها. وبعدين دول قالوا لك 15 يوم، بصراحه ناس كويسين، لو حد غيرهم ما كانش هيضمنك بصراحه. كل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله ربنا هيحطك في اللي انا فيه. دي اخرتها ان انا اقف معاك وفي الاخر تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل؟ واضح يا بنت الحلال انت واقفه معايا، واضح قوي. لا اله الا الله. قومي سيبيني سيبيني. ما حقك يا رب يا رب دبرها من عندك يا رب. هو انت ليه يا استاذ ساكت على العمليه لحد دلوقتي؟ لا دكتوره مش ساكت ولا حاجه، كل الحكايه ان انا بدبر بس في الفلوس. مفيش وقت، امك في حالتها الاخيره. تفهم الوقت يا دكتوره. اما ياما عديني بسرعه. للاسف امك ماتت. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ امي ما ماتتش. قومي ياما قومي ياما يا استاذ ما ينفعش كده يا استاذ. ياما يا حبيبتي ياما. قومي ياما سامحيني ياما، انا عايزك تسامحيني. مندو، انا عندي خبر حلو ليك. انا دهبي كله جهزته عشان تبيعه. جهزت ايه؟ جهزت دهبي عشان تعمل لماما العمليه. والله؟ انت ما فرحتش ليه؟ ايه الحنيه دي؟ انت ما فرحتش جايه تقف جنبي بعد ماما ماتت؟ ايه؟ جايه تقولي لي انا جنبك ومش هسيبك لما ماما خلاص راحت؟ لا ثانيه، امك ثانيه ايه؟ ثانيه انت كان فين قلبك الطيب ده وانا داير بقالي 24 ساعه على رجلي اتذلل على ده واتذلل على ده عشان خاطر حد يديني 1000 جنيه ادفع بقى عربون لامي. يا مندو انا ما كانش قصدي والله، انا ما كنتش عارفه ان الموضوع هيوصل لكده بجد. انت ما وقفتيش جنبي في وقت الزنقه. طب ما انا من نفسي دلوقتي ولا عمري شفت منك اي حاجه حلوه، ولو قدمت لي يا روعه كل الحلو في اللحظه اللي انا احتاجتك فيها دي كل الحلو اللي قدمتيه اتنسى. يا مندو انا دلوقتي جهزت. انت شفتيني في محنه واتخليتي عني، جايه تقفي جنبي بعد ايه؟ بعد ماما خلاص استهدى راحت. استهدى بالله، دي حاجه بتاعت ربنا. انا اغلى حاجه عندي راحت، بعد امي ما عنديش حاجه تاني. اكتر خساره خسرتها في حياتي هي امي، وانتي سبب
الخساره. يا مندو انا روح يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل يا مندو فيك. بالله عليك. انا عمري ما هسامحك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل.